حاول تحسب كده معايا بالتقريب الحسبة دي، بالتقريب كده كروكي في دماغك. 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 في 7 في 8. خمن كده تطلع 1000 2000 3. كانمان وتافرفسكي لما جابوا مجموعة من المشاركين وسألوهم السؤال ده لقوا ان تخمينات المشاركين كانت في حدود 2250 في المتوسط يعني اعتقد ده تخمين مقبول. طب لما جابوا ناس تانية وقالوا لهم يحاولوا يخمنوا الحسبة دي، 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، لو انت بتفكر زي الناس اللي كانت في التجربة دي فهتكون اجابتك زي اجابتهم، واللي هي كانت في المتوسط تقريبا 512. بادئ زي بادئ كده الاجابتين غلط، وحتى مش قريبين من الاجابة الصح اللي هي 40320. بس ده طبيعي ان الاجابات تكون غلط، انا في الاول قلت لك كروكي كده، وده لان احنا مش آلات حاسبة، احنا بنخمن. بس السؤال هنا ليه الاجابتين مختلفين برغم ان السؤال واحد والمعطيات واحده، الا ان الاجابتين كان ما بينهم مسافه كبيره وفرق كبير من 2250 ل 512، ده حتى مش قريبين من بعض. في ان في الموضوع ده اسمها ذا انكورنج افكت او تاثير المرساه. دانيال كانيمان وتافرسكي كانوا اول 2 سوشيال سايكولوجيست قالوا عن موضوع الانكورنج افكت، وهو ببساطه ان احنا لما بناخد قرارات بنبقى معتمدين اكتر على اخر معلومه اتقالت لنا. يعني في المثال الاولاني ده في الحسبه الاولانيه فانت ببساطه ضربت اخر رقمين اتقالوا لك اللي هم 8 في 7 طلعوا لك حوالي 56. بعدها لو انت مدقدق في الرياضه شويه هتضرب ال 56 دي في 6. مش بالضروره تحسبها، يعني مش بالضروره تبقى عارف 56 في 6 بكام، بس هيتكون عندك انطباع ان الرقم كبير. وبما ان في ارقام تانية انت ما الا ضربت 3 ارقام وفي ارقام تانية لسه هيتضرب فيها، فانت استنتجت ان الحسبه كده هتعدي ال 2000 وشويه. تفكير عقلاني احييك عليه، قايم على اخر معلومه انت استقبلتها اللي هي كانت 300 وحاجه، اللي هي حاصل ضرب 8 في 7 في 6. فاذا بالبديهه كده احنا بنحكي في رقم كبير. طب في المره الثانيه اللي هي كانت تنازليه، ابتدينا المساله ب 8 وخلصناها بواحد، فهي نفس آلية التفكير اللي انت فكرت فيها المره اللي فاتت، وهي هتضرب اخر ارقام دماغك استقبلتها او سمعتها اللي هي 1 في 2 و2 في 3 و3 في 4 لغايه ما وصلت لل100، وبعد كده ابتديت تخستع. بس لما وصلت في 100 لقيت ان لسه في بتاع 3 4 ارقام تاني، بس دماغك هيقت لك ان انت فاضل 3 ارقام كمان وانت في 100 لسه، ان الحسبه صغيره ترسي على 500 600 كده، يعني مش قضيه. برضه تفكير منطقي احييك عليه، قايم على اخر كذا رقم انت سمعته او استقبلته واللي هو كان 100 وحاجه. فاذا احنا هنا بنحكي في رقم مش كبير قوي. اخر معلومه كده بكل بساطه هي المرساه اللي احنا بنرسي عليها ونبتدي ناخد قرارنا بناء عليها، او بنقول ان احنا رسينا على ايه بناء على المعلومه دي، واللي هي طبعا مش بالضروره ان هي تكون دقيقه كفايه ان هي تخلينا نحكم صح او نقول الاجابه الصح، واللي هي اصلا في اغلب الوقت مش بس بتكون مش صح بل بتكون خادعه كمان بالنسبه لك. طب تعالى اقول لك على تجربه لذيذه اتعملت في الموضوع ده برضه هتوضح لك قد ايه الموضوع ده ممكن يخدع اي حد. جم 2 سوشيال سايكولوجيست او علماء اجتماع اسمهم بيرت انجلش وتوماس مويسلر، وجابوا 19 قاضي حقيقيين وعرضوا عليهم نفس القضيه بعد ما قسموهم مجموعتين، نفس القضيه بنفس الظروف بنفس المعطيات ما عدا تفصيله واحده. اول جروب من القضاه قالوا لهم ان المدعي العام او المحامي الكبير بتاعهم افتى ان المجرم ده او وصى ان المجرم ده ياخد حكم بشهرين بس، وجم في الجروب الثاني قالوا لهم ان المدعي العام اوصى ان المجرم ده ياخد حكم 34 شهر. لقوا ايه بقى؟ لقوا ان الجروب الاولاني اللي هو اتقال له ان المدعي العام قال ان المجرم ده اتحكم عليه بشهرين، اغلبهم او كلهم حكموا على المجرم بمتوسط 19 شهر. والنص الثاني او الجروب الثاني اللي اتقال له ان المدعي العام افتى او حكم ان هو يتحكم عليه ب 34 شهر، وصوا او افتوا هم كمان ان المجرم ده ياخد في المتوسط 29 شهر، يعني تقريبا سنه زياده. وده لان المجموعه الثانيه دي البار بتاعهم اترفع، اخر معلومه جات لهم كانت رقم كبير. طب هتيجي تقول لي ان المعلومه الكبيره اللي جات لهم في الاخر دي مش من حد صغير، ده المدعي العام حد ذو ثقه يعني مش هراجع وراه. اقول لك صح، انت بتفكر تفكير منطقي احييك عليه برضه، بس هحكي لك تجربه تانية اتعملت بالظهر. خلوا القضاه في الجروبين هم يرموا زهر، ومره قالوا لهم ان في ناس شايفه ان المجرم ده ياخد 3 شهور وناس تانية شايفه ان المجرم ده ياخد 3 سنين، ولقوا برضو ان نفس نمط التفكير ما اتغيرش. الرقم الاعلى اللي شافوه في الظهر وسمعوه من اراء الناس خلاهم يحكموا بعدد شهور اكتر، والرقم الاقل اللي شافوه في الظهر واللي سمعوه من الناس من اراء تانية خلاهم يحكموا بعدد شهور اقل.
شفتوا قد ايه الموضوع خادع؟ طب تعالى اغششك واقول لك احنا ليه دايما بنعجب بكلمه سيل اللي بتبقى محطوطه على المحلات وبنقع في الفخ ده دايما. تخيل انك جيت في اول الشتاء ولقيت جاكيت معروض ب 2000 جنيه، بس هو اصلا جاكيت تعبان ما يدخلش ذمتك ب 250 جنيه، بس قلت وانت بتتمشى وفاضي كده تدخل تاخد فكره وتشتري بكره، فدخلت المحل وفي اخر المحل خالص لقيت جاكيت احلى منه بمليون مره عامل 1000 جنيه. فانت بعد ما البار بتاعك اترفع ان في جاكيت ربنا وجده في الدنيا ب 2000 جنيه وهو اصلا كمان مش عاجبك، ورحت لقيت حاجه ثانيه عاجباك بنص السعر اللي هي 1000 جنيه، فدي طبعا صفقه رابحه بالنسبه لك ما تتفوتش. طب تخيل كمان بقى لما تيجي على اخر الشتاء وتلاقي ان المحل ده عامل سيل، وتلاقي ان الجاكيت ابو 2000 جنيه ده عليه سيل 75% ونزل معروض ب 500 جنيه بس. لا ساعتها ندخل بقى ونقف ونبص، مش يمكن الجاكيت ده عليا لما البسه يطلع حلو، وبعدين ده كان ب 2000 جنيه، ده انا هاخده ب 500 جنيه يا عم، برغم ان ده نفس الجاكيت اللي ما دخلش ذمتك ب 200 جنيه من شهرين ورا. يا على البني ادم يا. ودي الخدعة التسويقية اللي السيل بيعملها دايما عشان تخليك تشتري اكتر وتفكر انك كسبان، او تشتري حاجة نص نص بالنسبة لك بس عشان شفت رقم كبير عليها بس من كام يوم فاتوا. فبعد كده لما يتعرض عليك ارقام عالية او ارقام كتيرة ومطلوب منك انك تاخد قرار بناء على المعطيات دي، قيم الموقف باللي انت شايفه مناسب للحاجة دي واللي انت شايفه مناسب لظروفك انت كمان، مش تقيمه على اخر معلومة دماغك استقبلتها. وبعد ما تعمل ده افتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.